ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء الاستفتاح أنه كان يقول: واهدني إلى أحسن الأخلاق لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرفني عن سيء الأخلاق لا يصرف عن سيئها إلا أنت. وجاء في سنن أبي داود من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وجاء أيضا من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا. الأخلاق الحسنة كثيرة، والأخلاق السيئة كثيرة. نذكر من مساوئ الأخلاق خلقا واحدا، هذا الخلق صاحبه لا يعاشر ومبغوض، والناس تنفر منه بل تتأذى منه، وهو صاحب الوجهين الذي على لسانه معك وعليك عليك. فبعضهم يكون معك في المجلس وربما يناصرك في الكلام، فأول ما تخرج من المجلس ويأتي آخرون فيقلب 180 درجة، أنه ليس له علاقة بهذا الأمر بل يذمك على ذلك. هذا الأمر عباد الله قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس عند الله ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. جاء في السنن من حديث عمار بن ياسر قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان في نار جهنم. هذا أمر خطير للغاية. قال القرطبي رحمه الله تعالى: هو ذو الوجهين شر الناس لأنه تشبه بالمنافقين في تملقه وتزلفه وقوله بالباطل. الشيخ أو الإمام الذهبي والشيخ محمد عبد الوهاب النجدي قد عدوا هذا الأمر من الكبائر، فالذهبي ذكره في كتاب الكبائر، والشيخ محمد عبد الوهاب النجدي ذكر ذلك أيضا في كتاب الكبائر. هذا الأمر مذكور في كتاب الله عز وجل عند قوله تعالى: فبهذا الحديث أنتم مدهنون. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: الذي يجامل ويداهن في كونه، الذي يجامل ويداهن في كلامه، فيأتي ممالأة للكافرين وهو يظهر للمسلمين شيئا آخر. فمداهن ومدهن هما سواء. صاحب الوجهين قد تشبه بإبليس. إبليس انقلب ناصحا
لآدم وحواء وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. لكن يوم القيامة كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. أبو الآدميين هو آدم، أبو الإنسان جنس الإنسان هو آدم، فهو انقلب له ناصحا لكن يوم القيامة يتبرأ منه. هذا حال بعض الناس، ربما على لهجة العوام يودف بك، يقول لك روح، ولما تقع من أمور لا تحمد عقباه يقول أنا ما لي دخل، والله هو قد فعل وقال إلى آخره. هذا حال بعض الناس. صاحب الوجهين قد تشبه باليهود. قال الله عز وجل عن اليهود وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، يعني آمنوا بالذي أنزل الله عز وجل عن نبيه، قالوا نؤمن ما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. قل فلما تقتلون أنبياء الله، يعني إلى آخر الآية، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هم يقولون نحن آمنا بالذي أنزل علينا وهو الحق مصدقا لما معهم. قال الله عز وجل لماذا أنتم تقتلون أنبياء الله والذي أنزل عليكم هو حق؟ فهم أصحاب وجهين. ولهذا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام اليهود عن عبد الله بن سلام قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا ابن سيدنا، لما ظهر لهم عبد الله بن سلام انقلبوا 180 درجة. صاحب الوجهين هو متشبه بالمنافقين. الله عز وجل قال عنهم عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. شوف يعني انقلبوا 180 درجة. وجدوا المسلمين قالوا إنا معكم، وجدوا الكفار قالوا لا فقط مشي الحال. مثل الرجل ذاك، والحديث الصحيح المسند شيخنا مقبل في السنن، كان في المسجد داخل المسجد كلما ناداه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبيك يا رسول الله، يعني أجيبك إجابة بعد إجابة. في يوم من الأيام أوحي إلى النبي أن هذا منافق، قال يا فلان، قال لبيك يقول لبيك يا رسول الله يا رسول الله. قال أتشهد أني رسول الله؟ سكت. قال أشهد أنك نبي الأميين، مثل قول ابن صياد، مثل قول، مع أنه في المسجد بالمسجد يمشي يروح يذهب يروح، ومع هذا هو ظاهر غير باطنه، صاحب وجهين. قال الله عز وجل عن هؤلاء إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة وقاية فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. الله عز وجل الذكر أيضا عنه قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. شوف يتظاهر يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه لكنه خصوم لدود وإذا خرج من عندك عاث في الأرض فسادا. هذا صاحب الوجهين، يعني تأمنه على نفسك، تأمن على عرضك، تأمن على مالك، وينخر منك نخرا مثل الأرضة ربما ترى الخشبة ظاهرة ولا فيها شيء، في بعض الأحيان الكبت واضح ولا فيه شيء، لكن قليل حركه وانظر الخلف تجده هشا. هكذا بعضهم ربما أظهر لك الطيبة وأظهر لك النصر لكنه من تحت يحفر لك ويريدك أن تسقط حتى يفرح بسقوطك. هذا خلق ذميم. أصحاب الوجهين هم أصناف كثر لا كثرهم الله، لكن نذكر أهمهم. منهم النمام، وهذا قد نص عليه الحافظ بن حجر أنه صاحب وجهين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات كما في الصحيحين من حديث حذيفة،
قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، كما في مسلم من حديث حذيفة. قتات، نمام. قال النمام الذي عرف بنقل الخبر، والقتات الذي ما عرف، انتقل الخبر لكن ما درينا هل هو زيد وعامر وعلي أو إلى آخره. بكلا الوصفين قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة. عقيدة أهل السنة أنه لا يدخل دخولا أوليا إن كان موحدا، كان موحدا. من هؤلاء العالم السيء، العالم السيء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر أن العلماء على 3 أصناف. قال عالم ملة، وعالم دولة، وعالم أمة. عالم ملة صاحب كتاب وسنة، يزعل الذي يزعل، يفرح الذي يفرح، معي كتاب وسنة. أنا ما بجيب لكم ما يطلبه المستمعون، عندي كتاب وسنة، أتكلم معكم بكل أدب بكل احترام، وألطف لكم العبارة، وأحاول قدر الإمكان آتي لكم بالمعلومة بكل سلاسة وسهولة. المهم هذا كتاب السنة، ما سأتيكم شيء من عندي من عواطف إلا كتاب وسنة. هذا عالم من عالم دين. الثاني عالم دولة. إيش الدولة يريدون، إيش المسؤول يريد، إيش يريد كذا، إيش يريد. فهذا الذي يريده. من أقبح والله ما قرأت ما ذكره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، أنه كان صغيرا وكان مع أبيه، أبوه أيضا كان عالما. قال فحضرنا خطبة الجمعة، وكانت تلك الأيام الملك فاروق كرم طه حسين الأعمى. طبعا طه حسين أعمى البصر والبصيرة، فهموها مني. نحن ما سنقول كما قال علماء الأزهر أنه كافر، ما سنكفره، هذا أمر إلى الله. لكن من أخبث ما قاله، قال نسخة من ألفية ابن مالك، نسخة من ألفية ابن مالك تعدل 50 نسخة من القرآن الكريم. هذا عنده في كتابه، موجود في كتابه، نسخة من ألفية ابن مالك، 1000 بيت في النحو. قال نسخة من ألفية ابن مالك تعدل 50 نسخة من القرآن الكريم. فأراد الخطيب أن يتزلف للملك الفاروق، كان حاضرا، وكان أحمد شاكر وأبوه كان حاضرين. فقال جاءه الأعمى وما عبس ولا تولى. هذا طعن في من؟ طعن في حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاءه الأعمى فعبس بوجهه وتولى، قد عاتبه ربه. قال للشيخ أحمد شاكر، قال ثم رأيت أي الخطيب بعد أعوام حقيرا ذليلا يقف على أبواب المساجد يحفظ للناس نعالهم. شوف كيف أظله الله في الدنيا قبل الآخرة. هذا لما يجي مسؤول كبير وأنت تخطب، شفت لمحته وأنتم يا أخي ما يحتاج. شوفوا اعرفوا دعوتنا، نحن لسنا متملقين ولا أيضا نثير الناس على الحكام، لا هذا ولا هذا، لسنا متملقين، لكن بالمقابل لسنا نثير هذا الأمر على الحكام وعلى المسؤولين، ولا نحب الفساد في البلاد ولا التقطع ولا غير ذلك. إنما كلما زاد الأمن كنا أدعى الناس إلى ذلك. العالم الثالث وهو عالم أمة، هذا ما يطلبه المستمعون. إيش تشتي، إيش تريد. هذا موجود حتى في مفتين الإذاعات. يا أخي ما يستطيع يقول له الأغاني حرام وفيها أدلة من الكتاب والسنة، ما يستطيع أن يقول له كذا حرام. الربا حتى البنوك الربوية لو سئل عنها في الإذاعة لك والله العلماء اختلفوا. بعض العوام عنده كلمة اختلفوا، يعني شو الذي تريده، اللي تشتري اللي براسك فعله. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، يكون له دليل كتاب والسنة. من أصحاب الوجهين القوم الذين اشتغلوا بالصحابة. أنا لا أقول كلهم، ليس كل من اشتغل بالصحابة صاحب وجهين، لكن الغالبية فتجده في مقالات وإذا بي يمدح وهو في المجالس الخاصة يقطع هذا المسؤول، قطعه وشرعه ويسرقه ويجرمه، أو أنه يشاغب عليه في مقالات متعددة.
حتى يقول المسؤول تعالوا خلنا نسكته بلقمتين ولا بأرضية ولا بشيء، وأول ما يلاقي ما يريد بعد ذلك ينقلب الذم مدحا. صاحب وجهين. ولهذا أكثر هؤلاء ممن تولوا المسؤولية جد معه طقم من الصحفيين، طقم من الصحفيين. لو أعطى حرمة مسكينة 100 ريال ما عليهم إلا يخلوها فوتوشوب يخلوها $1000. المهم بعدين يضخموه. هذا أصحاب وجهين. من أصحاب الوجهين من هم متملقون. هذا الذي هو متملق وأكثرهم تملقا الشعراء. يا أخي والله العظيم ما تدري يعني بإيش من وجه أنني أمام الملأ كل الناس قد رأونا وأنا أمدح ذاك الزعيم، مات الزعيم قتل ذميته ومدحت الحوثيين. يا أخي إيش من وجه معك؟ هذا على قول العوام بلا ناموس. إيش من وجه معي؟ الناس كل عرفونا وأنا أقول أنت وأيامك مات قتل على طول جاء حد بعده ومدحته وذميت الذي قبله. هؤلاء هذا الشعراء أغلبهم أصحاب وجهين. طيب من باب الفائدة هناك صور لا تدخل من هذا الأمر من أنه صاحب وجهين. يعني قد أنا أستعمل شريحتين أضحك لك لكن بقلبي كره العمل. هذا الذي أنا أتقي شره. بعضهم إذا واجهته الشيء بشيء ربما يؤذيك ويتعبك. ولنا أسوة في النبي عليه الصلاة والسلام أنه اتقى شرهم. فلأنا أتقي شره. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن رجلا استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الدخول عليه، قال أذنوا له بئس أخو العشيرة. وجاء في رواية أخرى ابن العشيرة، يعني رجل مبغوض كريه. وإذا بالرجل يدخل عند النبي عليه الصلاة والسلام فيهش ويبش في وجهه ثم بعد ذلك يخرج. عائشة تستغرب، شافته من بعيد وهي تنظر إلى تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل. بعد ذلك سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا عائشة متى عهدتيني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله من اتقاه الناس لشره. بعض الناس يا أنك خايف أن يضربك ساعة ثانية طول العرض. يعني مثلا يقول لك يا أخي أنت قلت عليه، يا أخي ما فين إيش، يا أخي أنت طيب، أنت أحسن إنسان، وأنت من قلبك يعني تدعو عليه أن الله يهلكه. هذا صنف آخر ربما نقلت الكلام إلى غيرك على وجه تبين له خطورة الأمر، مثل ما حدث بين زيد بن أرقم وعبد الله بن أبي المنافق. عبد الله بن أبي المنافق. فزيد بن أرقم لما سمع عبد الله بن أبي الأب المنافق يقول مقالتين، قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ عمه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعاه النبي وسمع منه، فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي. فعبد الله بن أبي أنكر، حلف إيمانا مغلظة، أيمان ما قلت والله العظيم ما قلت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك. فعم زيد بن أرقم قال ما أردت إلا أن تسيء بنا عند رسول الله. فكانت هذه من الضائقات لزيد بن أرقم. ثم استدعى النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن أرقم لما أنزل الله عز وجل سورة في فضحهم اسمها المنافقون، إضافة إلى سورة التوبة في فضحهم، قال إن الله أنزل فيك فصدقك فيما قلت. صدق الولد الصغير زيد بن أرقم. أيضا في بعض الأحيان أردت تنقل الكلام على جهة أنك تبين الصورة وتوضحها لمن هو أعلم منك، كما في حديث عبد الله بن مسعود في مسند الإمام أحمد صححه العلامة الألباني. فإن عبد الله بن مسعود سمع رجلا وقد قسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم، قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله،
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. منها أيضا لما تريد أن تصلح بين اثنين لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، كما في مسلم من حديث أم كلثوم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت أم كلثوم رخص في ثلاث، قالوا هذا من كلام الحسن البصري: الزوج على زوجته. فالذي يصلح بين طرفين يعني اثنان متقاطعان، فرحت قلت له: يا أخي أمس ذكرك فلان إيش طلعت فوق السماء وأنك وأنك وأنك. بعضهم يحب المدح، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام على أبي سفيان: فإن أبا سفيان يحب المدح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل بيت أبي سفيان كان آمنا يوم فتح مكة. فتذهب إلى الطرف الثاني تقول له: إيش قال عنك فلان كذا وكذا. هذا ليس من ذي الوجهين، هذا ليس من ذي الوجهين. فيا عباد الله، هذا خلق ذميم. والله إنك تصير صغيرا في المجلس لما يتقابلوا الأطراف كلها، يقول لك: يا أخي مش قلت لي كذا، وذاك يقول لك: مش قلت لي كذا. مش معك إلا أنك تطأطئ برأسك إلى الأرض، لأن هذه مخزية. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يري الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله.